فوز جديد للنادي الأهلي على فريق سان جورج الإثيوبي في دور ال 32 من دوري أبطال أفريقيا. الأهلي بيواصل عروضه القوية. الأهلي قدر يكسب بنتيجة كبيرة النهاردة بنتيجة 3-0 زي ما كسب المباراة اللي فاتت قدام فريق المصري البورسعيدي بنتيجة 4-0. المباراتين أداء دفاعي قوي. الأهلي خرج بكلين شيت في المباراتين وأداء قوي من جميع اللاعبين. يمكن أهم ميزة النادي الأهلي عملها النهاردة وإن هو لعب على قد المباراة، يعني ما بذلش مجهود زيادة، ما لعبش بالفول باور بتاعه علشان لسه الموسم طويل والموسم كبير، وفريق سان جورج مع احترامنا الكامل ليه هو فريق متواضع. فالأهلي لعب على قد المباراة، لعب على الهادي، لعب على الرايق، ما كانش مستعجل، عارف كده كده انه هيكسب. وكمان الميزة اللي الاهلي خدها في مباراتين سان جورج ان المباراتين هيتلعبوا هنا في استاد القاهرة علشان الاتحاد الافريقي رفض الملعب بتاع نادي سان جورج الاثيوبي. وبالمناسبة المباراة اللي اتفرجنا عليها النهاردة دي مباراة سان جورج، يعني دي تعتبر مباراة الذهاب اللي كأنها اتلعبت في اثيوبيا. يوم الجمعة الجاية ان شاء الله هتكون مباراة العودة. بصراحة النهاردة إمام عاشور بيواصل التألق، إمام عاشور بيواصل التوهج، صفقة في الجون، صفقة محترمة. علشان كان في ناس كتير بتشكك وتقول لك دي صفقة جماهيرية، دي صفقة كدنسة، دي صفقة مش عارف ايه. كل الكلام ده محدش يسمعه. انت بتشوف اداء امام عاشور مع الاهلي بداية من مباراة اتحاد العاصمة في كاس السوبر الافريقي، مرورا بمباراة المصري البورسعيدي، واخيرا النهاردة مباراة سان جورج، بيقدم اداء قوي جدا جدا. بصراحة امام لعبه متنوع، راجل بيشوط على المرمى 3 محاولات النهاردة، كورة شاطها بشماله في الشوط الاول، بالشمال انقذها حارس المرمى. في الشوط الثاني كورة باليمين شاطها في الزاوية الضيقة، برضو انقذها حارس المرمى، وبعديها اطلق صاروخ وقذيفة جت في العارضة. الى جانب صناعة اللعب، يعني اهم ما يميز امام عاشور بصراحة انه لاعب بيعرف يخلق فرص لزمايله، بيعرف يصنع فرص. في المباراتين اللي لعبهم امام المصري وسان جورج النهاردة عامل 3 اسيست، لانه هو اللي صنع الهدف الاول لحسين الشحات. صفقة متكاملة، صفقة في الجون، عامل مع حسين الشحات ومع علي معلول، وقبليهم في المباراة اللي فاتت مع رضا سليم جبهة شمال قوية جدا. يعني دلوقتي الاهلي بيمتلك جبهة شمال من نار فيها 3 عناصر: علي معلول وامام عاشور ولاعب ما بين حسين الشحات او ما بين رضا سليم. يعني بصراحة الفريق اللي هيلاعب النادي الأهلي الفترة الجاية هيعاني كثيرا في الجبهة اليمين بالنسبة له، لأن ال3 لعيبة بصراحة على مستوى عالي جدا. يمكن برضو المباراة النهاردة شهدت تألق النجم حسين الشحات، وده اللي الأهلي كان عايزه الفترة اللي جاية، إن الوينجات عنده تعلى، إن يكون في حلول هجومية كتير. يعني حسين الشحات النهاردة بيتألق، المباراة اللي فاتت بيتألق أيضا رضا سليم، بيرسي تاو أيضا بيتألق، أحمد عبد القادر بيتألق المباراة اللي فاتت بأسيست وأحرز هدف النهاردة. علشان يبقى الأهلي قدامه حلول كتير في موضوع الوينجات. وكمان بدأت مشاركة زي ما شفنا النهاردة محمد الضوي كريستو، وأطلق قذيفة برجليه اليمين أنقذها حارس المرمى. يبقى الأهلي كده حل المشكلة، ومشكلة العقم التهديفي والعقم الهجومي، ان بقى عنده اسلحة في الوينجات متنوعة. نفس الامر في راس الحربة، خلاص انت بتتكلم في 3 لعيبة: كهربا، بتتكلم في صلاح محسن، ومعاهم انتوني موديست اللي هو بالمناسبة ما شاركش في مباراة النهاردة ومش هيشارك في المباراة الجاية بسبب موضوع القيد. هيبدأ مع الاهلي ان شاء الله في بطولة افريقيا بداية من دور المجموعات. بصراحة النهاردة الاهلي لعب مباراة زي ما قلنا على الهادي، على الرايق، مش مستعجل، مش عايز اصابات، مش عاوز اجهاد. وبالفعل قدر الشوط الاول كان شوط هادي من الاهلي عشان التكتل الدفاعي اللي كان موجود من فريق سان جورج، وقدر الهدف الاول عن طريق المتألق حسين الشحات. كرة اتلعبت كلها من الجبهة الشمال، بداية من علي معلول لحسين الشحات،
اللي عمل 1-2 مع المتألق إمام عاشور. دخل كده لبس راجل كوبري كده على الهادي وبالراحة، وركن الكورة جميلة بهدوء ومعلمة في الزاوية الأرضية البعيدة علشان الأهلي يخلص الشوط الأول 1-0. نزل الشوط الثاني يمكن أكتر شراسة، اكتر محاولات على المرمى، وشفنا يمكن في خلال ربع ساعة 3 فرص خطيرة. فرصة لإمام عاشور، الكرة اللي استلمها ناحية الشمال وتوغل ولعبها قوية في الزاوية الضيقة، أنقذها حارس المرمى. وشفنا أيضا قذيفة من رامي ربيعة، الكرة اللي جت في العارضة، وبعديها أيضا كرة تاني في العارضة من إمام عاشور، علشان يبدأ الأهلي يكشر عن أنيابه إن الأهلي عاوز يزود يجيب جون تاني وتالت علشان يحسم موضوع المباراة وما يدخلش في أي مفاجآت. يمكن الجون الثاني جه ايضا عن طريق المتألق حسين الشحات. كورة كانت لكهربا ناحية الشمال، ردها بشماله في اتجاه حسين الشحات وبيرستاو اللي هم كان في مساحة فاضية. استلم حسين الشحات الكورة بشكل جميل، والاستلام هو نص الهدف. بعد ما حسين الشحات استلم الكورة، يمكن بيرستاو عمل حركة ذكية انه فتح ناحية اليمين بخطوة كده علشان ياخد معاه المدافع اللي كان واقف قدام حسين الشحات. وبالفعل حسين الشحات استنى وتأنى لغاية ما الثغرة تتفتح، وزي ما عمل في الجون الأول عمل في الجون الثاني، ركن الكورة جميلة أرضية في البعيدة علشان يكون الهدف الثاني للنادي الأهلي ولحسين الشحات. خلاص بدأ كولر يطمن للنتيجة، 3 تغييرات مرة واحدة علشان يدي فرص لقفشة والكريستو والصلاح محسن، وبعديهم شفنا أحمد نبيل كوكا وأيضا شفنا أحمد عبد القادر. الأداء هدي شوية إلى حد ما، بدأ الأهلي يمسك الكورة ولكن المحاولات على المرمى كانت أهدى، لغاية ما في البلاس 90 كالعادة الأهلي ما بيتكيفش إلا لما يجيب جون في البلاس 90، وده اللي حصل من النجم أحمد عبد القادر اللي هو نزل لعب ناحية اليمين ما لعبش ناحية الشمال، انا مش عارف ليه، وكريستو لعب الشمال رغم ان المفروض الموضوع كان بيبقى العكس، ولكن استلم كوره من ناحيه اليمين، جري وعافر عليها، خد الكوره وتوغل وسط الزحمه وحط كوره بشماله جميله علشان يحرز الهدف الثالث للاهلي، ويحرز هدف جميل لاحمد عبد القادر. وكان في المباراه اللي فاتت كان عمل اسيست اكتر من رائع بالكعب في مباراه المصري، علشان احمد عبد القادر يبدا يرجع هو كمان ويدخل في الصوره بقوه الفتره الجايه، علشان يكون موجود احمد عبد القادر وكريستو ورضا سليم وحسين الشحات وبيرستاو، تكون مجموعه قويه للاهلي. لان بالمنظر ده الاهلي بيمتلك سكواد مرعب، بيمتلك سكواد كبير جدا يقدر ينافس بيه في كل البطولات المحلية، ويقدر ينافس بيه ايضا في دوري ابطال افريقيا وبطولة السوبر ليج، والاهم 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 بطولة كأس العالم للأندية اللي هتتلعب ان شاء الله في شهر 12 في السعودية. مليون مليون مبروك للنادي الاهلي، اداء، نتيجة، تألق لكولر، تألق للاعبين، تألق للجمهور النهاردة اللي كان عامل حالة جميلة في استاد القاهرة. بنقول مرة تانية مليون مبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله يوم الجمعة يكون خلص الأمور وحسم الأمور بالصعود لدوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. في النهاية بحب أشكر حضراتكم، كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.